بعض منكم يقول الكويت تابعة للعراق. يا أخي شلون تابعة للعراق؟ شنو دليلك؟ والله مو الوثيقة العثمانية تقول فلان شيء. يعني وثيقة عثمانية اللي تقول، مو وثيقة عراقية. هو أنت أصلا كنت أنت كنت خاضع للحكم العثماني، فعلى أي أساس لك تبعية الكويت للعراق بوثيقة عثمانية؟ يعني إذا كل التبعيات العثمانية تتبع للعراق، طيب روح خذ لها. أنت ليش ذا تهيج بطل التحرير القومي؟ لا تخلونا نحكي، مو عيب. يعني جاي لاحظ مستوياتكم يعني تفشل بصراحة. أنت أصلا كنت خاضع للاحتلال العثماني أو للدولة العثمانية، ما نقول احتلال. أنت خضعت 400 سنة، والكويت تبعت جغرافيا للدولة العثمانية لسنوات قليلة جدا جدا. فعلى أي أساس أنت تأكد تبعية الكويت لك بقرار عثماني؟ ليش أنت عثماني؟ أنا أتشرف أكون مقيم بالكويت، هذا الشيء يشرفني ولا أترفع عنه. وكذلك الآن من أتناول موضوع الكويت أتناوله بكل شفافية وبكل حيادية، وأتناوله. وبالحقيقة أني أصلا سلكت هذا الطريق لأن جاي أشوف مع الأسف الكثير من إخواني وأهلي بالعراق فاهمين موضوع الحدود مع الكويت غلط، وفاهمين موضوع مقصر غلط، وفاهمين موضوع الفاو غلط، ويتحججون بأمور عثمانية، وهاي كلها مو صحيحة. إذا كان العثماني سيطر على مكان معين مو معناها أنت العراقي سيطرت عليه. شوية من تحكي ومن تريد تتكلم بموضوع أعرف حجمك. أعرف حجمك. أنت طلع منك العثماني جحت لك الإنجليزي.